ست ورقات اهم، 3 جغرافيا و3 تاريخ. فيهم الامتحان ان شاء الله باذن الله، وتحدي اي سؤال يجي مش اجابته مش في الورقه ده 100 جنيه. خلاص ماشي، تعال نشوف يلا. تعال نشوف يلا. اول حاجه عندنا هنبدا بالجغرافيا، اهم المصطلحات. طيب، زراعه الارض بشكل مكثف اكثر من مره في العام دي الزراعه الكثيفه. عمليه استخراج المعادن من باطن الارض التعدين. بس خلي بالك، في معدن لا يستخرج من باطن الارض، اللي هو مين؟ البوكسايت، الالومنيوم. لان الالومنيوم بيستخرج من البوكسايت، يبقى البوكسايت بيستخرج من باطن الارض، بعد كده بيحول الى ايه؟ الى الومنيوم. طيب، طاقه لا ينتج عنها ملوثات اسمها طاقه نظيفه. كهرباء يتم انتاجها من الغاز او البترول او الفحم، دي الكهرباء الايه؟ الحراريه. طيب ركز كويس، كهرباء بيتم انتاجها من الامواج، حركه المد والجزر، اسمها الكهرباء المائيه او الكهرومائيه. طيب اكتب ما تشير. معدن لا يستخرج من باطن الارض، البوكسايت ولا الالومنيوم؟ يبقى الالومنيوم. يبقى الايه؟ الالومنيوم، خليك فاكر دي. اقليم صناعي يبدو في شكل مناطق متباعده، روسيا واوكرانيا. خليني بدل البوكسايت دي الالومنيوم، انت اللي مصلحها بايدك عشان تبقى فاكرها. طيب، اول صفحه، اكبر الاقاليم الصناعيه في العالم الجديد، خليك فاكر، اقليم شمال شرق الولايات الايه؟ المتحده. اغنام تشتهر بغزاره الصوف، اغنام المارين، ودي موجوده في دوله مين؟ في دوله استراليا. ماشي. طيب نشوف بعد كده يا استاذ انواع الزراعه. كان عندي زراعه بدائيه بسيطه، وكان عندي زراعه راقيه بتنقسم الى كثيفه وتجاريه اللي هي علميه اللي اسمها الايه؟ الواسعه. خلي بالك بقى، البسيطه ضيق المساحه، والكثيفه برضه ضيق المساحه. اما التجاريه فهي مزارع ايه؟ واسعه، عشان كده بتسمى الزراعه الواسعه. خصائص بقى، البسيطه ضيق المساحه وتباعدها وادواتها، ويعمل بها عدد قليل من السكان في مناطق صغيره وايه؟ ومعزوله. طب نروح للكثيفه، ضيق المساحه، ايه النتيجه؟ يصعب استخدام الميكنه، وبتحتاج الى ايدي عامله وفيره. خلي بالك ان البسيطه ايدي عامله قليله، لكن دي ايدي عامله ايه؟ وفيره، لانها تتم من خلال عمليات متعدده، مثل بذر الحبوب وتنقيه الحشائش، وبتزرع اكثر من ايه؟ من مره. تعال نشوف بقى الشبه بين البسيطه والكثيفه. غير ضيق المساحه، الهدف تمارس لتوفير الاحتياجات الاساسيه للسكان دون وجود فائض للتصدير. عكس مين بقى؟ عكس الواسعه، الانتاج التجاري الضخم. المناطق البسيطه في المناطق الحاره على هوامش الغابات الاستوائيه والسفانه. الكثيفه الحاره والمعتدله. طب والتجاريه في جنوب شرق اسيا، مزارع المطاط والشاي، وفي الولايات المتحده الامريكيه القطن والقمح، وفي اوروبا. المحاصيل في البسيطه فاكرين؟ ذره الموز يعمل كثافه، هنا محاصيل عاديه، القمح، ارز، قطن، المطاط، القمح، القطن، الايه؟ الشاي. هتلاحظ ان القمح والقطن مشترك اهو ما بين الكثيفه وما بين التجاريه والايه؟ والعلميه. فاضل نقطه اخيره في الزراعه الواسعه او العلميه. بتستخدم احدث الالات والطرق العلميه. طب ايه نتيجه كده؟ ايه النتيجه؟ قله الايدي العامله. طب ايه نتيجه قله الايدي العامله؟ قله الايه؟ تكاليف. وما ننساش ان هي بتتخصص في محصول، لان هدفها الانتاج التجاري الضخم. لما اكون بزرع محصول واحد هنتج منه كميات ايه؟ ضخمه. تمام كده خلصنا من انواع الزراعه.
نروح لانواع الرعي. الرعي نوعين. رعي بيمارسه سكان المناطق الصحراويه، وده بيكون الرعي البدائي او التقليدي، بيكون في الصحراء الحاره في شبه الجزيره العربيه وباديه الشام في اسيا. ودي عليها سؤال مهم جدا، ان بدأ الرعاة هناك يقلوا بسبب تدفق البترول وتوطين البدو. طيب، وموجودين كمان في افريقيا. الصحاري المعتدله في وسط اسيا. الصحاري البارده بتكون زي صحراء التندره في اسيا واوروبا، وبيرعى هناك حيوان اسمه حيوان الايه؟ الرنه. طيب، الاحظ ايه؟ الاحظ ان الصحاري الحاره والمعتدله والبارده الثلاثه مشترك فيهم مين؟ اسيا. طب خلصنا من دي، نروح بقى للرعي اللي بيكون في مناطق الحشائش، اللي بيعتمد على الاساليب الحديثه والتخصص. كل حيوان بيربى في مزرعه خاصه بيه. بيكون فين؟ في حشائش البراري امريكا الشماليه، في الارجنتين بامريكا الجنوبيه، وفي دوله استراليا. كده خلصنا من انواع الراعي. نشوف بقى الاقاليم الصناعيه. اهم الاقاليم الصناعيه في العالم، خلي بالك انا عندي اقاليم ومراكز. عندي اقليم شرق اسيا، مناطقه فين؟ هنشو في اليابان، وكوريا والايه؟ والصين. عندي اقليم غرب ووسط اوروبا. غرب ووسط ايه؟ اوروبا. ده عنده حاجه اسمها الاتحاد الايه؟ الاوروبي، او الوحده الاقتصاديه الايه؟ الاوروبيه. وخلي بالك ده سؤال مهم جدا. الوحده الاقتصاديه الاوروبيه ادت الى التكامل في الجوانب الاقتصاديه وحمايتها جمركيا وتدعيمها من هيئه الاتحاد الايه؟ الاوروبي. اهم الدول اللي في غرب وسط اوروبا المانيا وبريطانيا. نروح لروسيا واوكرانيا. يبدو في شكل مناطق ايه؟ متفرقه. موجود مراكزه فين؟ اقليم موسكو واقليم الايه؟ الاورال. موسكو وما حولها والاورال. طيب، شمال شرق الولايات المتحده الامريكيه، ده اكبر اقليم صناعي في العالم. العالم الايه؟ الجديد. عنده تنوع في الايه؟ الصناعات. موجود في شمال شرق الولايات المتحده في منطقه الايه؟ البحيرات العظمى. دي الاقاليم. اتفضل. هو شمال شرق الولايات المتحده ولا غرب اوروبا الاهم؟ لا طبعا غرب وسط اوروبا. غرب وسط اوروبا. طيب، تعال نشوف المراكز الصناعيه الحديثه بقى. مراكز حديثه في افريقيا، في شمالها مصر، في جنوبها جنوب افريقيا. في امريكا الجنوبيه الارجنتين والبرازيل. في امريكا الشماليه المكسيك وكندا. طيب، وفي اسيا يا استاذ خلي بالك عشان بتتلخبط، دي اسمها دول جنوب شرق اسيا. دول جنوب شرق اسيا مركز، لكن دول شرق اسيا اقليم. دول جنوب شرق اسيا سنغافوره، تايلاند، ماليزيا، اندونيسيا. طب مركز تاني في اسيا دول الخليج العربي، ودي بتعتمد على الصناعات الايه؟ البتروليه. كده خلصنا من الاقاليم والمراكز زي السعوديه وقطر والكويت وهكذا. طيب، يبقى احنا كده خلصنا من الانشطه الاقتصاديه. يتبقى ايه عندنا؟ تعال نشوف بقى الموارد بقى. نبدا بالمحاصيل الزراعيه. لك ان تتخيل دي كل المحاصيل اللي علينا. حبوب غذائيه زي القمح اللي هو الغذاء الرئيسي لمعظم سكان العالم، موجود في اسيا، الصين والهند. الذره الشاميه يستخدم كعلف للثروه الحيوانيه في امريكا الشماليه. نروح للمحاصيل السكريه. القصب والبنجر، سهل جدا. القصب المحصول الاول، البنجر المحصول الثاني. القصب مناطق حاره، البنجر مناطق معتدله. القصب في كل القارات ما عدا، وده سؤال مهم جدا، ليه ما عدا اوروبا؟ لان اوروبا تقع في المنطقه المعتدله. طيب، الاولى في القصب مين؟ البرازيل. طب الاولى في البنجر مين؟ فرنسا. نروح لمحاصيل الالياف. القطن والكتان والجوت. هتكلم عن القطن. القطن محصول مداري حار، بينتج خيوط، ومصدر لاستخراج زيت بذرة القطن والأعلاف. أكبر قارة آسيا عندها ثلثي الإنتاج. أكبر دولة الصين. طيب، نروح محاصيل ذات طبيعة خاصة. المحاصيل ذات طبيعة خاصة هلاقي عندي المطاط والشاي. المطاط أشجار استوائية، والشاي دائمة الخضرة. المطاط في صناعة المطاط إطارات السيارات، خلاص. والشاي ليه ظروف خاصة. عايز إيه الشاي؟
عايز تربة خصبة خفيفة، مناخ حار، هواء رطب، مطر غزير. أكمل. الموطن الأصلي هو شرق آسيا، أكبر دولة الصين، لكن في المطاط أكبر دولة هي تايلاند في قارة آسيا. طيب نروح للحيوانات. الثروة الحيوانية، الأبقار والأغنام هنقارن ما بينهم. قلنا كده كده حيوان الرنة خلاص موجود في صحاري التندرة. الأبقار هي المصدر الرئيسي للحوم الحمراء لغالبية سكان العالم. أكبر دولة في الأبقار الهند، أكبر قارة آسيا. طيب بتدخل بنسبة كبيرة في التجارة الدولية، وده دليل على أهميتها. نروح بقى للأغنام. الأغنام أكبر دولة الصين، تربى من أجل لحومها وأصوافها. لما يقول لك الحيوان اللي بيرتبط بالمراعي التجارية الواسعة يبقى على طول إيه؟ الأغنام. نشوف بقى المنتجات الحيوانية. نبدأ باللحوم. المنتج الحيواني الأساسي رقم 1، أول دولة الصين، ولو فاكر معظمها لحوم إيه؟ خنازير، بعدها الولايات المتحدة. نروح للألباء. المنتج الثاني، الأولى اللي إيه؟ الهند، بعدها مين؟ الولايات المتحدة. نروح يا أستاذ للإيه؟ للأصواف. ركز معايا. نروح للأصواف. مادة خام أساسية لنسيج الصوف. أكبر دولة في الأصواف هي مين؟ سؤال مهم جدا. ليه استراليا الأولى في الأصواف رغم أنها الثالثة في الأغنام؟ لأنها تشتهر بأغنام المارينو ذات الصوف الغزير. نروح للدواجن. الدواجن بتسد حاجة السكان من اللحوم والبيض. الأولى الولايات المتحدة. نروح للأسماك، غذاء رئيسي لمعظم سكان العالم خاصة المناطق الساحلية. مين الأولى؟ الصين. خلاص، الصين لوحدها عندها تلت الإنتاج. تلاحظ بقى الولايات المتحدة الثانية في اللحوم، الثانية في الألبان، الأولى في الإيه؟ في الدواجن. طيب نروح لأهم المعادن. 3 معادن بس اللي علينا: حديد، نحاس، بوكسايت. الصين، تشيلي، استراليا. شكرا. الحديد طبعا بيدخل في الحديد والصلب، والنحاس أسلاك وأدوات كهربائية، والبوكسايت هو المادة الخام لصناعة الألمنيوم. ما العلاقة بين البوكسايت والألمنيوم؟ البوكسايت هو المادة الخام لصناعة الألمنيوم. ماشي. نروح لأهم مصادر الطاقة. أهم مصدر طاقة هو البترول. سؤال مهم جدا. ليه؟ لأنه بيرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات السياسية. هو والغاز بيمثلوا 55% من مصادر الطاقة، ولو طلعنا الغاز لوحده 25 يبقى البترول كام؟ 30%. نروح للفحم. هو عماد الثورة الصناعية في القرن الكام؟ 18، وظل المصدر الأول للطاقة حتى القرن ال20. يبقى هو كان مهم جدا في القرن 19. كان مهم جدا في القرن 19. مصدر رئيسي للصناعة في الدول الكبرى، يستخدم في توليد الكهرباء. طيب نروح يا أستاذ للغاز الطبيعي. لوحده 25% من الوقود اللي في العالم، رخيص، سهل النقل، أكثر نظافة. إيه نتيجة الخصائص ديت؟ توسع العالم في استخدامه. طب دلل على توسع العالم في استخدام الغاز. في الصناعة وتوليد الكهرباء والاستخدامات المنزلية، كوقود للسيارات بدل من البنزين. تعال نشوف بقى الأولى. البترول السعودية. الفحم آسيا. مين؟ الصين. طيب الغاز الطبيعي الولايات المتحدة الأمريكية. طيب يا أستاذ خلصنا كده من الموارد. تعال نشوف أهم الأسئلة اللي ممكن تتكرر. طبعا سؤال كل شوية هنعيده، خلي بالك. الزراعة الكثيفة. طبعا أي محصول لو قالك ليه قارة كذا بتشتهر بيه، هقول بسبب توافر شروط زراعته. طيب تحتاج الزراعة الكثيفة لأيدي عاملة كثيرة لأنها تتم من خلال عمليات متعددة. ليه صعب استخدم الميكنة في الكثيفة؟ بسبب ضيق المساحة. سؤال خطير جدا، ده سؤال امتحان. يزرع قصب السكر في كل القارات ما عدا أوروبا لأنها تقع في المنطقة المعتدلة.
طيب ماشي يا استاذ. ما تنساش بقى، اتفضل. مناطق مدارية الحر، ايوه. اوروبا هي اللي بتقع في المنطقه المعتدله. القصب في جميع القارات ما عدا اوروبا، لان اوروبا هي اللي في المنطقه المعتدله. طيب خلي بالك، اهميه القطن المصري والسوداني. قطن طويل الايه؟ التيله، اجود الانواع. سؤالين مهمين جدا. ليه الرعي البدائي بدأ يقل في شبه الجزيرة العربية بسبب تدفق وتوطين؟ لماذا قل عدد القائمين بالرعي في وسط آسيا؟ انتشار. يبقى عندي علاقة عكسية بين التعليم والايه والرعي البدائي. طيب نشوف بعد كده. ليه زاد معدل الاستهلاك من اللحوم؟ بسبب ارتفاع مستوى المعيشة. ليه بيصطادوا الحيتان؟ للاستفادة من لحومها وشحومها. استراليا الأولى في الأصواف قلناها لوجود أغنام المارينو. أي دولة ليه عندها أسماك؟ قل بسبب طول سواحلها، تقدمها في وسائل الصيد إلى آخره. طيب منتجة أو مصدرة، الاتنين زي بعض. ركز معايا يلا. الدول المتقدمة بتستهلك كم في المية من المعادن؟ 85، لأن بها الصناعات التي تقوم على هذه المعادن. أمريكا الأولى في الألمنيوم رغم قلة البوكسايت، لأن عندها شروط الألمنيوم، شروط تحويل البوكسايت لألمنيوم مهمة جدا. شروط تحويل البوكسايت لألمنيوم مهمة جدا. طاقة كهربائية، خبرة فنية، سوق محلية وخارجية تستوعب الإنتاج. طب نشوف بعد كده. العالم اتوسع، خلاص دي قلناها، استخدام الغاز. طيب سؤال مهم. أسعار البترول في تزايد لزيادة الطلب عليه وتعدد استخداماته وقابليته للنفاذ، بما تفسر تطور الصناعة في الدول المتقدمة، لأنها بتأخذ بالأساليب العلمية المتقدمة وتطبق الاختراع في الأبحاث. طيب 3 أسئلة مهمين جدا. عوامل تطور حرفة الصيد، عوامل طبيعية وبشرية. ضحالة المية، التقاء التيارات الدافية مع الباردة، وفرة المواني. خلي بالك ان وفرة المواني دي طبيعية وبشرية. وفرة الخبرات الفنية دي بشرية. ادوات الصيد بشرية. السؤال اللي بعده، مراحل تسبق التعدين. ايه المراحل اللي تسبق عملية استخراج المعدن؟ 1 البحث والكشف عن الخامات. بعد كده بعد المنجم. بعد كده يا استاذ عندنا مد الخطوط الحديدية، انشاء مساكن، ثم تأتي بعد ذلك الانتاج والنقل، هي مرحلة التعدين. خلاص دي احنا قلناها، مهمة جدا. مقومات صناعة الألمنيوم. ماشي. ايه نتيجة ان مفيش طاقة كتير في الدول اللي عندها بوكسايت؟ بتصدر هذه الدول النامية، تصدر البوكسايت كمادة ايه؟ كمادة خام. زي عندك موريتانيا بتصدر الحديد ايه؟ خام للخارج. طيب ايه السؤال بقى اهو اتكلمنا عنه. ايه نتيجة الوحدة الاقتصادية الأوروبية؟ التكامل في الجوانب الاقتصادية بين الدول وحمايتها جمركيا وتدعيمها من هيئة الاتحاد الأوروبي. خلاص؟ طيب ده كده بالنسبة للوحدة الأولى. طيب يا أستاذ، الخريطة دي أهم النقاط اللي ممكن تيجي في الخريطة. اضمن سؤال الخريطة. لو جاب لي خريطة العالم، طبعا انتوا عارفين احنا عندنا 4 خرايط: الهند، ألمانيا، نيجيريا، وخريطة العالم. لو جاب خريطة العالم دي أهم الحاجات اللي ممكن تيجي. يعني مثلا واحد دي قارة ايه؟ آسيا. هلاقي ان قارة آسيا الأولى في القمح، الأولى في القطن، الأولى في المطاط، الأولى في الأبقار، الأولى في الفحم. طيب ماشي يا أستاذ.
مثلا رقم 3. رقم 3 قارة مين؟ أوروبا. تعال نشوف أوروبا كده. الأولى في البنجر، ها، الطاقة النووية، الغاز الطبيعي. يبقى أنا ممكن أستفيد بالسؤال ده، الخريطة، كسؤال خريطة وكسؤال اختياري وصح وغلط. طيب ماشي. تعال نشوف مثلا 5 دي دولة إيه؟ 5 دولة إيه؟ الصين. هتلاقي معايا الصين، ركز معايا كده. الصين الأولى في القمح، لحوم، أسماك، أغنام، فحم، فوسفات. طيب تعال نبص. 6 دي دولة إيه؟ نركز يلا، نركز يلا. 6 دي مثلا دولة إيه؟ دولة إيه ديت؟ ها؟ الهند كانت الأولى في إيه؟ الهند كانت الأولى في إيه؟ في الأبقار والألباء. طيب تعال نشوف دي دولة إيه؟ دولة إيه؟ تايلاند كانت الأولى في إيه؟ في المطاط. طيب دي دولة مين؟ استراليا كانت الأولى في الإيه؟ في البوكسايت وأغنام الإيه؟ المارينو والأصواف. طيب نشوف بعد كده. دولة في أوروبا تشتهر بزراعة البنجر. ها، يبقى عندنا فرنسا. طيب ده اسمه إقليم إيه؟ غرب ووسط؟ طب ده إقليم روسيا وأوكرانيا. طب في قارة إفريقيا دي دولة مين؟ مصر، الأولى في طاقة الرياح عربيا ومن المراكز الصناعية الحديثة في شمال إفريقيا. طيب والأولى إيه؟ والأولى إفريقيا في الأرز. طيب تعال نشوف موريتانيا. موريتانيا دولة بتصدر الحديد خام. تعال نشوف نيجيريا، الأولى في المطاط في إفريقيا وعندها 3% من البترول والثانية في الرز بعد مصر. نبص ليه جنوب أفريقيا، مركز صناعي حديث ومن الدول اللي ارتقت بمستوى شعبها. طيب ماشي يا أستاذ. نروح بقى قارة أمريكا الشمالية. ده إقليم شمال شرق الولايات المتحدة. هنا زراعة بسيطة، صحاري التندرة الباردة. خلاص. طيب دي دولة البرازيل، الأولى في القصب الأولى في القصب والأولى في السكر. طيب ماشي. دولة تشيلي، لحظة واحدة. دولة تشيلي دولة طولية. ها، دي دولة عندها إيه؟ عندها النحاس. اتفضل. هو يعني الدول في امريكا، دول شمال اكثر يعني ما لهاش علاقة، مالهاش علاقة. لا. طيب يبقى دي معظم الأجزاء اللي ممكن تجي لي في الخريطة. طيب تعالى ناخدها كده سؤال إيه؟ سؤال اختياري. يلا. السعودية، ها، الأولى في الإيه؟ وهي من دول الخليج ومركز صناعي بجنوب شرق إيه؟ آسيا. لا، ومركز صناعي في الخليج العربي، جنوب غرب آسيا. ماشي، يبقى نخليها الخليج العربي. صلى عندك يلا. دي الصفحة الثانية. جنوب غرب آسيا. صفحة 2 رقم 9. بدل مكتوب عندك مركز صناعي جنوب شرق آسيا، لا، خليها مركز صناعي جنوب غرب آسيا أو الخليج العربي. بدل شرق آسيا غرب آسيا. الخليج العربي. طيب كده خلصنا كل ما هو متعلق بالوحدة الأولى. الوحدة الثانية، 3 دول اللي علينا: الهند ونيجيريا وألمانيا. سريعا كده، سريعا يلا. ها، دولة ايه؟ نيبال، الصين، ها، بوتان. 4 ميانمار. 5 خليج البنغال. 6
باكستان. 7 بحر العربي. 8 دولة معظمها في الهند. بنجلاديش. طيب عندنا كمان دي جبال الهيمالايا، جبال الغات الشرقية وجبال الغات الغربية. الساحل الشرقي اسمه كوروماندل، والساحل الغربي اسمه الملبار. عند نهر اسمه نهر الجانج، ونهر كفر في الجنوب. هضبة واحدة اسمها هضبة الدكن، بيمر بالهند مدار السرطان. ده بالنسبة للخريطة. أهم المدن اللي في الهند، أهم المدن اللي في الهند. خلاص. العاصمة السياسية مدينة نيو دلهي، وأهم المواني مدينة بومبي على الساحل الغربي، وأهم المراكز الإسلامية حيدر أباد. طيب إيه الحاجات اللي بتميز الهند تاني يا أستاذ؟ المناخ. حرارة أكتر من 30، بتقل شمالا بسبب البعد عن دائرة الاستواء. أمطار الهند موسمية، صيفية شمالا، شتوية جنوبا. الهند عندها غابات موسمية وحشائش. الهند عند التالتة في الفحم لو تفتكر، وفقيرة في البترول. ايه النتيجة؟ لجأت للطاقة النووية والكهربائية. طيب العلاقة بين مصر والهند علاقة اقتصادية. مصر بتستورد من الهند غزل القطن، سمسم، شاي، توابل، قطع غيار، وسائل النقل. مصر بتصدر للهند أسمدة خام وفوسفات وقطن وجلود. كده خلصنا من دولة الهند. طيب نيجيريا من أسهل الخرائط، يلا معايا. ها، النيجر، تشاد، الكاميرون، بنين، خليج غينيا، المحيط الأطلنطي. هو نهر واحد ما فيش غيره، نهر النيجر. هضبة واحدة ما فيش غيرها، هضبة جوس. 3 مدن. العاصمة أبوجا في الداخل. طيب العاصمة القديمة لاجوس. مركز المواصلات والتعليم وتاني مدينة في الأهمية، ها، إباداء. يبقى أبوجا، لاجوس، إباداء. طيب ايه يا أستاذ اللي بيميز نيجيريا؟ قلنا أبوجا العاصمة داخلية، إبادان المركز الثاني بعد لاجوس، تعليم ومواصلات. لاجوس العاصمة القديمة وأكثر المدن سكانا. تعال نشوف مناخ نيجيريا. نيجيريا معظمها ايه؟ ها، مداري، ما عدا الأطراف الجنوبية استوائي حار ممطر طول العام. يبقى نيجيريا مداري ما عدا الجنوب استوائي. برضه عندها غابات مدارية وحشائش سافانا. عندها 3% من البترول، عندها قصدير وفحم. فيها نهر اسمه نهر الايه؟ يصب في خليج غينيا ايه؟ جنوبا. طيب تعال نشوف العلاقة بين مصر ونيجيريا. مصر بتستورد من نيجيريا السلع الزراعية زي الحبوب الزيتية. مصر بتصدر 6 أسمدة، أسلاك، مواسير ألمونيوم. مصر بتصدر لنيجيريا إطارات، آلات، ومحولات كهربائية. طيب الخريطة الثالثة ألمانيا. تعال نشوف يلا كده. يلا مين اللي هيفتكر معانا؟ تعال نشوف يلا. ها، شمال، بحر الشمال، الدنمارك، البلطي. ها، شمال الدنمارك، بلطي. ها، بولندا، تشيكن، فرنسا، لوكسمبورغ، بلجيكا، وهولندا. ها، بولندا، تشيك، فرنسا، لوكسمبورغ، بلجيكا، وهولندا. طيب تعال نشوف بقى أهم المدن اللي في زور النسر الألماني. خليك فاكرها، مدينة هامبورج. أهم المواني. مكان القلب برلين العاصمة السياسية. أما في الجنوب ميونخ عاصمة إقليم بافاريا، يوجد بها الشركات الكبرى. وعندي جبال اسمها جبال الألب،
طيب هو سهل واحد اسمه السهل الألماني الشمالي، جزء من السهل الأوروبي العظيم. مرتفعات الوسطى عليها سؤال في الامتحان. مرتفعات الوسطى عليها سؤال في الامتحان. سؤال في الامتحان بيقول ايه؟ بيقول ما أهمية المرتفعات الوسطى؟ أو ليه المرتفعات الوسطى بتجذب السياح؟ بيكثر بها التلال والينابيع المائية والغابات المخروطية. طيب برلين العاصمة، هامبورج المواني، ميونخ عاصمة بافاريا. أوروبا مناخ مناخ إيه؟ صيف معتدل ممطر، شتاء بارد ممطر، غابات نفضية وصنوبرية اللي اسمها المخروطية، وحشائش معتدلة. عندهم نهر الألب والراين. طيب أهم العلاقة اللي بيننا وبين ألمانيا. خلي بالك بقى، بيننا وبين ألمانيا في كذا علاقة، في علاقة علمية وفي علاقة اقتصادية. اقتصادية، مصر بتستورد من ألمانيا الصناعات الكيماوية والسيارات والآلات، وبتصدر لها بترول وغاز وملابس. طب العلاقات العلمية بقى، ده سؤال مهم جدا هنشوفه مع بعض في الأسئلة دهيت. تعال نجيب يلا كده أهم الأسئلة المتعلقة بالهند. ليه بيتركز سكان الهند على الساحل الشرقي؟ بسبب المدن الرئيسية. طيب أو على السواحل بسبب المدن الرئيسية. أي سؤال عن تنوع الأنشطة في أي دولة أقول له بسبب توافر الموارد الزراعية والاقتصادية والمعدنية. سؤال مهم بقى، الهند متفوقة في الحديد والصلب لأنها ثالث العالم في الإيه؟ والفحم هو أساس صناعة الحديد. لماذا لجأت الهند للطاقة النووية؟ لأنها تفتقر للإيه؟ للبترول. طيب سؤال مهم، في نيجيريا اقتصادها نامي لأنها تعتمد على الزراعة. طيب أي سؤال عن أهمية الغابات مصدر للإيه؟ الأغشاء. سؤال في الامتحان، علم على السؤال ده مهم جدا. بما تفسر يقل السكان في دلتا النيجر. سؤال مهم جدا، يقل السكان في دلتا النيجر لماذا؟ بسبب كثافة الغابات والظروف المناخية القاسية. السؤال بقى اللي قلت عليه في ألمانيا اهو. السؤال اللي في ألمانيا وبيجي في الامتحان. تجذب المرتفعات الوسطى السياح، تغطى بالغابات الصنوبرية وبها التلال والينابيع المائية. الصنوبرية اللي هي المخروطية. طيب ليه انكمشت مساحة الحشائش في ألمانيا؟ بسبب إحلال الزراعة وتوسعات المدن. ليه تطورت الصناعة الألمانية بعد الحرب العالمية؟ بسبب توافر المقومات والمراكز العلمية والاستثمارات الأجنبية. طيب الهند كان عندها مشكلة سكانية، عملت فيها إيه؟ واجهتها بالتعليم والبحث العلمي. طيب دلل الهند واجهت المشكلة، قلناها اهتمت بالتعليم. أي ما يجيلك سؤال دلل على تطور العلاقة بين مصر ودولة تانية، أقول له بتصدر وإيه؟ وتستورد. إلا السؤال بتاع ألمانيا. سؤال ألمانيا، مصر وألمانيا بينهم علاقات علمية مصرية ألمانية. نركز يا إياد في السؤال ده. إيه اللي بين مصر وألمانيا؟ المركز الثقافي والجامعة ومعهد الآثار الألماني وهيئة التبادل العلمي. طيب وكمان لو تفتكروا ألمانيا كانت بتمول مصر في طاقة الإيه؟ الرياح. طيب تجميعة كده لأهم النسب الموجودة عندنا. نركز كده. آسيا بتنتج من القطن كام؟ ثلثي. أوروبا عندها كم من الغاز؟ تلت. آسيا وأوروبا عندهم 3/4 الإيه؟ الفحم. الحديد بيساهم بكام في التجارة الدولية؟ الحديد بيساهم بكام؟ 30. المية المالحة تديني كم من الأسماك؟ نص. المزارع السمكية ثلث. الصين عندها كم من السمك؟ ثلث. الصين عندها كم من الفحم؟ 47. طيب الغاز بيمثل كم من الوقود؟ الغاز 25%. طب الغاز والبترول؟
الدول المتقدمه بتستهلك كم المعادن؟ الهند ماشي، الهند عندها، ما علينا من الهند، 17 في السكان و8 في الايه، في الفحم. نيجيريا عندها كم البترول؟ الغابات تمثل كام؟ ثلث. طب نروح لألمانيا، الغابات برضو ثلث. الزراعة بيعمل بقى كام؟ والصناعة بيعمل بقى كام؟ تلت. عشان كده الصناعة هي هي العمود الفقري للاقتصاد الألماني. ده إجمالي كده الجغرافيا، ده إجمالا كده الجغرافيا. خلاص؟ طيب حاضر. هنراجع أهم الحاجات اللي في التاريخ سريعا كده، سريعا مش هنطول عليكم. طيب الضباط اللي كان بزعامة جمال عبد الناصر اللي هيعملوا ثورة اسمهم ايه؟ ضباط الأحرار. حرب شنتها القوات المصرية على إسرائيل في شرق القناة، حرب الاستنزاف. تعريفات مهمة جدا. تعريف الحياة النيابية إن الشعب بينتخب ناس يتكلموا باسمه. البرلمان اسم يطلق على المجالس النيابية. الدستور الوثيقة الرسمية. لو منظمة بينها روابط تبقى منظمة إقليمية، لم ترتبط تبقى منظمة دولية. طيب مين اللي إنجلترا أجبرته إنه يعين النحاس رئيس؟ ملك فاروق. مين اللي في عهده تعمل قانون الإصلاح واتلغى الدستور وحل الأحزاب؟ أحمد فؤاد الثاني. طيب مين أول رئيس للجمهورية؟ مين اللي أذاع البيان؟ محمد أنور السادات. خلي بالك، قائد سلاح الطيران في حرب أكتوبر ورجع الطابة في عهده محمد حسني مبارك، وطبق قانون الطوارئ محمد حسني مبارك. طيب تولى الحكم في انتخابات 2012 محمد مرسي، تم عزله بعد 30 يونيو محمد مرسي يوم 3 يوليو. طيب ركز في اللي جايه دي. كان رئيس المحكمة الدستورية وحكم مصر بعد مرسي مؤقتا هو مين؟ مهمة جدا. صدر في عهده دستور كام؟ 2014 برضه، عدلي منصور. اللي تولى بعد انتخابات 2014 الرئيس مين؟ السيسي. تعال نشوف بعد كده ضباط الجيش اللي اتذكروا عندنا. اشهر شهداء حرب الاستنزاف مين؟ من عمرياط. طيب مين اللي خدع اسرائيل وتولى التخطيط والتنسيق؟ احمد اسماعيل. مين اللي عمل خطة لعبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف؟ سعد الدين الشاذلي. مين اللي عمل دراسة عن انسب وقت لضرب اسرائيل؟ الفريق محمد عبد الغني الجمسي. خليك فاكر. وسام نجمة سيناء اربطه باسماعيل. قلادة النيل العظمى اربطها بالشاذلي. دور المرأة اللي مشرفانا. جميلة حافظ عملت أول مجلة نسائية. رئيسة لجنة الوفد كانت مين؟ هدى شعراوي. حكمة أبو زيد. أول وزيرة حكمة أبو زيد. وزيرة في عهد السادات عائشة راتب. رئيس اللجنة التشريعية كانت مين؟ أمال عثمان. وزراء الخارجية اللي اتذكروا علينا: بالفور وزير خارجية بريطانيا صاحب الوعد، الله يولع فيه. روجرز وزير خارجية بريطانيا اللي قدم مبادرة لوقف حرب الاستنزاف تمهيدا لحل النزاع سلميا. كارتر ده الرئيس الامريكي اللي دعا السادات وبيجن لكامب ديفيد. قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن عندنا 3 قرارات اتذكروا. قرار تقسيم فلسطين العرب رفضوه، واسرائيل طردت العرب وارتكبت مذابح مثل دير ياسين. قرار 242 كان بعد حرب النكسة 67، كان بينص على انسحاب اسرائيل وانهاء الحرب. مصر قبلت، اسرائيل رفضت، فمصر بدأت تعيد بناء القوات المسلحة. قرار 338 لوقف حرب اكتوبر يوم 22 اكتوبر. مصر قبلت القرار وبدأوا المباحثات في السويس. 3 دساتير اتذكروا معانا في المنهج. 23
اللي هيعمل برلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ. 56 مجلس واحد اسمه مجلس الأمة. الدستور الدائم سيادة القانون واستقلال القضاء والتعددية وتهيئة الجبهة الداخلية. طيب المعاهدات، معاهدة الجلاء كانت في 54 نصت على رحيل الإنجليز. معاهدة السلام 79 بمشاركة ورعاية أمريكا. ركز معايا بسرعة. فاكرين النصوص بتاعتها؟ انسحاب إسرائيل، ها، انسحاب، إنهاء، احترام البدء، تطبيق. طيب ايه نتيجة معاهدة السلام؟ رفع العلم المصري على سيناء كاملة ما عدا طابة. اتفاقية أوسلو اللي مصر أيدتها كانت 93 بين منظمة التحرير وإسرائيل. المؤتمر اللي وضع فلسطين تحت الانتداب مؤتمر سان، مؤتمر عدم الانحياز مؤتمر باندونج. طيب ماشي. قارن بين المنظمات الإقليمية والدولية. جامعة الدول العربية منظمة إقليمية ليه؟ لأنها دول إيه؟ مرتبطة ببعضها. مقرها فين؟ القاهرة. أهدافها تنسيق العلاقات، تنسيق الخطط، وحماية الأمن القومي. تعال نشوف الأمم المتحدة دولية ومقرها نيويورك، محافظة على السلام وتعزيز احترام حقوق الإنسان. طيب أهم نقطة في الأجهزة بقى، وده سؤال امتحان، ما أهمية مجلس الأمن؟ يحفظ، مسؤول عن حفظ السلام والأمن الدولي، وسلطته إيه؟ قانونية على الدول الأعضاء. محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي وتنظر في القضايا وتقدم الاستشارات. طيب خليك فاكر إن كان في تعاون بين مصر واليونسكو. تعاون بين مصر واليونسكو. تعاون بين مين ومين؟ انقاذ معبدة ايه؟ ها؟ واحياء مكتبة الاسكندرية. اللي مسؤولة عن الامومة والطفولة منظمة يونيسيف. في بس سؤال مهم عايزكم تكتبوه عندكم كده، اللي هو بما تفسر يلا اكتب السؤال ده عندك، يلا. اكتب السؤال ده عندك. بما تفسر أغلقت مصر خليج العقبة. أغلقت مصر، كتبناه. أغلقت مصر خليج العقبة في وجه الملاحة الإسرائيلية إحكاما للحصار الاقتصادي الذي يفرضه العرب على إسرائيل. طيب جمع لك كل الحروب اللي علينا. حرب فلسطين لإنقاذ فلسطين، إسرائيل ما التزمتش بالهدنة للأسف. استولت إسرائيل على كل فلسطين ما عدا غزة تحت إدارة مصرية، والضفة الغربية فيها قوات أردنية، والقدس قسمت بين العرب واليهود. العدوان الثلاثي، السؤال ده مهم. أسبابه: مصر اشترت سلاح، مصر ساعدت الجزائر، مصر أممت قناة السويس. هنا إسرائيل غضبت، فرنسا غضبت، إنجلترا غضبت. لماذا فشل العدوان؟ بسبب تنديد الأمم المتحدة، مقاومة الباسلة للشعب والجيش، تهديد الاتحاد السوفيتي. خلي بالك ان الاتحاد السوفيتي هنا موقفه ايجابي، لكن في قيام دولة اسرائيل كان موقفه ايه؟ سلبي، لانه من اوائل الدول اللي اعترفت بمين؟ باسرائيل. ماشي. عدوان 5 يونيو، حرب النكسة. اسرائيل استدرجت العرب، هددت سوريا، فمصر اغلقت خليج العقبة في وجه الملاحة الاسرائيلية، واعلنت مصر وقوفها مع مين؟ مع تطبيقها لاتفاقية الدفاع المشترك. هزمنا بسبب التفوق العسكري الاسرائيلي، مساعدة امريكا، وتم تدمير المطارات، وتم الاستيلاء على سيناء وغزة والضفة الغربية وهضبة الجولان وكل فلسطين. حرب اكتوبر، بعض الدروس المستفادة من حرب اكتوبر مهمة. تحطيم اسطورة اسرائيل، اعادة الثقة، انهت حالة اللا سلم ولا حرب،
طيب، حرب التصدي والصمود بعد اسرائيل ما رفضت قرار مجلس الامن. هزمنا العدو واجبرناه على الانسحاب عندما حاول احتلال بور في معركه راس حرب الاستنزاف. بنينا حائط الصواريخ مما منع الطائرات الاسرائيليه اختراق السماء المصريه. وحصل قصف مستمر لخط بارليف. مين اللي اتدخل؟ امريكا، وعمل اتفاقيه اسمها اتفاقيه روجرز. طيب، عندنا من الاسئله المهمه: ايه نتيجه وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني؟ السماح بهجره اليهود وانتقال الاراضي. برضو سؤال مهم: ايه نتيجه مبادره السادات بزياره اسرائيل؟ مهد الطريق امام اسرائيل لقبول مبدا الايه؟ التفاوض. طيب، ثوره يوليو اهم انجاز واول انجاز اتعمل كان في المجال الاجتماعي، خليك فاكر، كان في المجال الاجتماعي اللي هو قانون الاصلاح الايه؟ الزراعي. برضو من الاسئله المهمه: ليه الملك فاروق وافق على الرحيل قبل الموعد؟ لانه ادرك ان الجيش الشعب يقران حكم والانجليز تخلوا عنه. ثوره فلسطين 36 بقياده اللجنه بسبب الاجراءات اللي اتخذتها بريطانيا لتنفيذ وعد ايه؟ بلفور. مقارنه بين ثوره يناير ويونيو، دي كانت ضد مبارك، دي ضد مرسي. سوء الاوضاع وقانون الطوارئ وتزوير الانتخابات. طب ثوره يونيو لان السياسات لم تحقق اي حلول. هنا مبارك حاول يمتص الغضب وعين نائب جديد وحكومه. هنا مرسي رفض اجراء انتخابات. الجيش في الحالتين تدخل لحمايه البلاد. هنا تخلى مبارك وسلموا البلاد للمجلس الاعلى، وهنا تم عزل مرسي وتسليم البلاد لمين؟ لعدلي منصور. طيب، لما يقول لي ما رايك في تصريح بلفور؟ هو وعد من لا يملك لمن لا، ويدل على الهيمنه والسيطره وفرض الراي بالقوه. ايه رايك على من موقف الشعب الفلسطيني؟ موقف يدل على البطوله والشجاعه والتضحيه في سبيل الوطن. ايه رايك في رفض العرب قرار تقسيم؟ موقف شجاع. موقف الدول العربيه من حرب اكتوبر موقف بطولي بيبين اهميه التضامن. طيب، اسئله سريعه: مدينه احتلتها انجلترا وفرنسا 56. بورسعيد. مدينه عجزت انجلترا وفرنسا عن احتلالها. السويس. مدينه انسحبت منها بعد 56. بورسعيد. مدينه قسمت منطقه قسمتها الامم المتحده. القدس. مدينه خرج منها الانتداب. سان ريمو. منطقه احتلتها اسرائيل لاول مره في 67. هضبه الجولان. مدينه حصل عليها خلاف. طابه. مقر الامم المتحده نيويورك. طيب، السؤال ده مهم جدا. خلصت. السؤال ده مهم جدا. مجلس الامن اهم الاجهزه، مهم جدا. اهميه منظمات المجتمع المدني بتقدم الخدمات. سؤال في الامتحان: اهميه فلسطين في قلب كل عربي. ولد بها السيد المسيح واليها اسري بسيدنا محمد، وبها المسجد اولى القبلتين وثالث الحرمين. ايه نتيجه تاميم قناه السويس؟ اصبحت شركه مصريه باداره والعدوان الثلاثي. سؤال مهم: كان الجيش هو الضامن لثوره يناير لانه قوه مسانده للشعب وليس اداه لدى النظام لقمع المتظاهرين واجهاض الثوره. خلاص، الامتحان بسيط ان شاء الله. تعبانين طول السنه، موضوع بسيط. ما تستعجلش على مهلك. دعاء وانت داخل الامتحان: اللهم لا سهل الا ما جعلته وانت تجعل الحزن سهلا. موضوع بسيط. خلاص، ماشي. افصل.